بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى وأجمل صباح على كل اللي بيسمعونا، صباح كله رزق، صباح كله تفاؤل بإذن الله. النادي الأهلي يفوز على بورتو ويعمل لنا مفاجأة ويتأهل. النهاردة حلقة جديدة من صوت الملعب، هكون معاكم كل حد واثنين وثلاث 9:30 صباحا. هبدأ معاكم بعناوين الأخبار قبل ما نستقبل ضيفنا الموهوب الكابتن علاء موهوب. بداية عناوين الأخبار: صفقة جديدة في الأهلي وموقف يحيى عطية الله. مفاجأة كابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الأهلي ومكافآت الصعود. مدرب الزمالك الجديد هيكون برتغالي. وأيضا مدرب جديد للنادي المصري والاتحاد في استعداداتهم للموسم الجديد. أخذ معاكم بسرعة نتائج مباريات كأس العالم للأندية. بروسيا دورتموند الألماني وفوز بشق الأنفس على صن داونز بأربع أهداف مقابل ثلاثة. فرقة جنوب أفريقيا صن داونز جاب في بروسيا دورتموند ثلاث أهداف وعمل ماتش كبير جدا. وعلى فكرة لعيبة دورتموند ما بين الشوطين ما رضيوش يعني ينزلوا كملوا في أوضة اللبس بسبب الحر اللي موجود، عشان الحر ونزلوا في الشوط الثاني بس. فريق انتر ميلان الإيطالي وأوراوا ريد الياباني. فوز الإنتر بهدفين مقابل هدف. أما فلومينينزي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري، الفريق البرازيلي فاز بأربع أهداف مقابل هدفين. ولو تفتكروا كينو لعيب نادي بيراميدز، اللعيب البرازيلي الحريف، جاب هدف وصنع هدف، والفرق البرازيلية تتألق في مونديال الأندية. أيضا لقاء آخر: ليفر بليت الأرجنتيني أمام مونتري المكسيكي، تعادل بدون أهداف في المجموعة الخامسة. والصاعدون رسميا لثمن نهائي المونديال: بوتافوجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، فلامينجو البرازيلي. وفرقتين من البرازيل تأهلوا رسميا. الفرق اللي ودعت هي سياتل الأمريكي وأوراوا الياباني، أولسان الكوري، أوكلاند النيوزيلندي حصالة المونديال، ولوس أنجلوس الأمريكي. ماتشات النهاردة: اليوفي الإيطالي أمام الوداد المغربي 7 مساء في المجموعة السبعة. ربنا يوفق الوداد إن شاء الله النهاردة، فريق مغربي الشقيق. وريال مدريد الإسباني أمام باتشوكا المكسيكي، مواجهة صعبة في 10 مساء. والريال هل هيعلن عن نفسه؟ الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي الساعة 1 صباحا في المجموعة الثامنة أيضا. وآخر المباريات: مانشستر سيتي أمام العين الإماراتي في الساعة 4 فجرا المجموعة السبعة. ماتش ما بين عمر مرموش ورامي ربيعة. كل التوفيق للاعبتنا الكبار. نطلع فاصل ونكمل مع نجمنا المحبوب الكابتن علاء ميهوب، ونشوف مخرجنا محمد البهواشي والأستاذ عماد بدوي في الهندسة الصوتية مجهز لنا إيه النهاردة. صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بكم من جديد مستمعين، وبرحب بنجمنا الكبير الكابتن علاء ميهوب. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير يا محمد، صباح الخير عليك وعلى رؤوس البرنامج الجميلة، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. كابتن علاء، دايما بتجيلي كده مبتسم، ولكن النهارده في حالة شوية من الزعل. حضرتك زعلان على اللي حصل في ماتش الاهلي؟ زعلان أكيد طبعا، لأن قبل كأس العالم وال ومش عايز أقول الطموح، الحالة اللي كنت أنا متخيلها على لعيبة النادي الأهلي واللي ممكن يحصل في كأس العالم يعني جت مش زي ما بحب. أول مباراة طبعا يعني اتكلمنا فيها كتير، تاني مباراة لأ برضو حسيت إن مش ده النادي الأهلي. النادي الأهلي مش هو ده، أو مش دي لعيبة النادي الأهلي. في حاجات كتير قوي 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 مفقودة في الملعب. أنا ما بتكلمش عن النتيجة دي آخر حاجة ممكن أتكلم عليها عشان حاجة مش بإيدي. النتيجة دي حاجة عند ربنا. لكن دايما بقول أنا لعيب الكورة في حاجات في إيده هو يملكها. الحاجات دي مش موجودة، مش موجودة في لعيبة النادي الأهلي لحد دلوقتي، شفتهاش لحد دلوقتي. بتمنى يا رب يا محمد أشوفها المباراة القادمة وألعب وأكسب. وبلاش أفكر أنا عايز أصعد وكده، لا العب اكسب. يعني تكسب دي هترجع لك حاجات كتير قوي 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 قوي. هترجع ثقتك في نفسك. جمهورك ثقته فيك مش طبيعيه يا محمد. انا جمهور النادي الاهلي ده
حاله خاصه معاك في اي وقت، ودايما على ثقته الحلوة فيك، والمرة معاك. دايما والمره بالحلو، ودايما ثقته فيك، ودايما مشجعك، ودايما بيأزرك جماهير النادي الاهلي انا دايما بقول عليهم يعني في حته تانيه خالص. عشان كده اكتر حاجه انا بتضايقني اني اشوف حد من جمهور النادي الاهلي زعلان. فلا، انا مش في احسن حالاتي بالنسبه للمردود لعيبه النادي الاهلي. انا عمال اتكلم عليها بس، ما اتكلمش على حاجه تانيه، مم. لان الحاجات التانيه دي ما اقدرش اضغط عليها قوي. طب زيزو كان ليه تصريح ان من حق جمهور النادي الاهلي يزعل، وايضا في بعض اللاعبين. هل شايف ان كلام زيزو مرتبط بكلام حضرتك ان الاداء ما كانش احسن حاجة؟ الناس كانت مستنية حاجات كتير قوي من النادي الاهلي الصراحة في هذا المونديال. هل الكلام ده منطقي؟ اللي يقول حاجه غير كده يا محمد يبقى بيضحك على نفسه وبيقول اي كلام، ده الطبيعي على فكره. لان هات حد من جماهير النادي، اي حد يا محمد ماشي في الشارع، اي واحد بينتمي للنادي الاهلي، هات اي لعيب بيلعب دلوقتي بطل، مبطل بقاله فتره، قول له ايه رايك في اداء النادي الأهلي؟ يقول لك لا انا حزين. فده الطبيعي. هو زيزو يمكن اول مره يعيش اللحظات دي مع جماهير النادي الاهلي، لكن هقول له يا زيزو انت ياما هتشوف من جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي هتوديك في حته تانيه خالص، وعمرها ما تزعل منك، وعمرها ما تيجي عليك. بس ما تزعلش جماهير النادي الاهلي، ما تزعلهاش مش بنتيجه للمره الثانيه، لا. جماهير النادي الاهلي تحب اول ما تحط رجلك في الملعب انت تعمل كل اللي عليك، تموت نفسك في الملعب، النتيجه ما تفكرش فيها، بتيجي كده في الدقيقه 97 98 يعني زي ما ربنا رايد، لكن اعمل اللي عليك. فجماهير النادي الاهلي مش مبسوطه من مردود اللعيبه كلها، هو ده مضايق جماهير النادي الاهلي. كابتن محسن صالح كان له تصريح ان المدير الفني النادي الاهلي ريبيرو الاسباني ملوش تاريخ، وكانت إلى حد ما ريسك بالنسبة للنادي الأهلي إنه يعينه في هذا التوقيت. هل أخطأ النادي الأهلي في التوقيت التعاقد مع ريبيرو قبل المونديال بفترة قليلة؟ يمكن دي مش خطأ اكتر ما هو كان لازم يجيب مدير فني. ما ينفعش يروح كاس العالم للانديه من غير مدير فني اجنبي. اه يمكن الوقت صغير، الوقت قصير جدا، وانا كنت كل كلامي من بدايه كلام محمد عمال اتكلم على اللعيبه ومردود اللعيبه، ما جبت سيره ريبيرو خالص لاني مش عايز احكم عليه. مش هحكم عليه دلوقتي، ليه يا كابتن؟ لا لسه بدري، ما مم. اقدرش احكم عليه. احكم عليه حاجات مش في الملعب. يعني مثلا انا بحب دايما المدير الفني اللي يقف على الخط يبقى مدي انطباعه وشعوره للناس اللي جوه، اللعيبه اللي جوه. يعني مش قصدك يكون أكتف، بالظبط، يكون صوته مسموع، بالظبط. يكون مسيطر. بالظبط، انا ده اللي انا بقول عليه. دايما بقول كلمه على المدير الفني الاجنبي، مم. هتقف على الخط يبقى لازم بتوجه، بتتكلم، بتدي رسائل للعيبه في الملعب. مش هتقدر تعمل دي، خلي المساعد بتاعك اللي هو غالبا يبقى مصري يقوم بالمهمه دي. لان انا ما اقفش على الخط بقى اتفرج زي اللي بره، ما ينفعش، ما ينفعش. انا بحب جدا المدير الفني اللي اكنه مع اللعيبه في الملعب. دي الحاجه الوحيده اللي بعيبها على ريبيرو، ان هي حاسس ان هي مش شخصيته، مش الكاركتر، مش هو ده. هي دي مش فيه ان هو يتكلم يعني ما هو بص يا محمد، ما اقدرش الوم لعيب على مثلا كان عايز يعمل تمريره كويسه واتقطعت، ماشي، لكن الوم على لعيب ان هو ما بيأديش، ما بيجريش، ما بيبذلش اقصى مجهود في الملعب، هو مش ده. صح. هي دي الروح القتاليه موجوده في اللعيبه. دي اكتر حاجه غايبه في لعيبه النادي الاهلي في خلال المباراتين. عشان كده بقول لك انا مش هتكلم اكتر من حته لعيبه النادي الاهلي مميزين فيها. الروح القتاليه في النادي الاهلي مش موجوده، رغبه الفوز والغيره انك عايز تعمل حاجه دي غايبه. في هدوء خالص، الحميه مش موجوده، هي دي اللي بتاخد على ريبيرو بس الوقت. غير كده فنيا وكده ما اقدرش احكم عليه، ما اقدرش. لازم اديله وقته يشوف فرقته وطريقه لعبه وكده، لكن بعد كده اقدر احكم عليه. بس اللي مساعده، واللي عايز اقول ان هو حظه حلو، ان هو معاه مجموعه لعيبه ممتازه، ممكن يشتغل معاهم اي حاجه هو عايزها. كابتن علاء، ريبيرو في بداية التفاوض معاه كان لسه الدوري فاضل عليه فترة. هل كان الأصح إنه كان يبتدي من قبل نهاية الدوري ويستكمل بقى رحلته في كأس العالم للأندية عشان الناس تعرف تحكم عليه وهو كمان، ولا التوقيت اللي جه فيه يا دوبك يخلص الدوري هو يستلم وبعدين يبقى النادي الأهلي فيه اللي هو فيه دلوقتي؟ التوقيت مش في صالحه ولا في صالح النادي الاهلي، يعني في صالح الاثنين. يعني ولا هو يقدر يعمل حاجه الفتره دي، ولا هيقدر يفيد النادي طب الاهلي. الأحسن كان يجي قبل ما الدوري ينتهي. يا ريت كان احسن.
انا كان رايي كان يجي قبل الدوري ينتهي ياخد له ماتشين ثلاثه، يعرف بس يعرف طبيعه اللعيب المصري يا محمد. يعرف طبيعه اللاعب دي بتاخد فتره من اي مدير فني مش متعود على على اجواء المصريه واجواء اللعيبه المصريين. وهنتكلم فيها دي مثلا في حركه حصلت، الناس مش متعوده عليها. يعني مثلا هقول لك حاجه، نتكلم على طباع الراجل. مثلا حته الشوبينج بعد الهزيمه من بالميراس، هو شايفها عادي. لا، لازم حد يقول له لا، احنا طباعنا. يعني معلش، بس موضوع اتفضل. الشوبينج والتسوق يعني، مم. هو ده رأي مدير فني ولا رأي مدير رياضي ولا رأي رئيس بعثة؟ لا، مدير فني. مدير فني هو مدير اللي فني يقول بيحدد. لهم لا، يعني ممكن ينزلوا عشان الحاله النفسيه. هنا بقى وقت. طب ما انا هنا بقى، لو اتفضل. مدير الرياضي او رئيس البعثة، هل رئيس البعثة له دور في هذا الامر؟ لا، ما اقدرش ادخل الحاجات الفنيه او اي حاجه تخص الفريق. طيب، يبقى هنا في مدير رياضي طبعا. وفي كابتن محمود خطيب رئيس النادي، ده اكيد. اكيد بيوصل له كل الكلام ده. هل بيبقى لهم رأي في هذا القرار؟ طبعا كابتن خطيب مردوده كان متضايق جدا جدا جدا، لان كابتن خطيب عارف في حاجه اسمها في النادي الاهلي حاجات ما بتتغيرش في النادي الاهلي. م. يعني ايه لعيب يبقى خسران مباراه ويطلع يعمل شوبينج او يطلع يعمل تسوق؟ م. احنا بالنسبه لنا لا، ده من زمان، من قبل الكابتن خطيب كمان، من قبل احنا يا محمد. احنا لما كنا بنتعادل مباراه اقسم بالله ما كنا بنخرج من بيوتنا. بتتعادل مباراه ما كنتش بتخرج من البيت، مش عشان حاجه. مفيش حد هيقول لي كلمه مش كويسه، بس انا مش قادر اوري وشي لجماهيري. جماهيري مش متعوده على كده. فكونك انك تاخد قرار زي ده، اعتقد كان لازم كان لازم يعني طبعا محمد يوسف او راجل عاش في النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي وجماهيره. لا، احنا متعودين كلاعيبه مصريه مش محبب لينا. لازم تراعي شعور جماهيرك يا محمد. ما ينفعش جماهيرك مش اللي هناك، اللي هنا كمان بتبقى سهران لحد الفجر والناس متبهدله وقاعده على كافيهات وكده، يعني بتموت في الملعب، بتموت بتتفرج عليك، وانت تاني يوم تفاجئ ان انت تصور ناس بتعمل شوبينج وكده. ما ينفعش. رد فعلها عند الجماهير وحشه، ان انت ولا مقدر ان انت خسران مباراه مع النادي الاهلي بقيمته، مش مقدر شعورنا. ودي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تبقى حاجه صادمه. كان لازم حد يقول للمدير الفني لا، احنا عاداتنا وتقاليدنا واحد اتنين تلاته. مع الوقت هيتعلم ازاي يتعامل مع الناس دي، بس دي حاجات برضو تقابلك في الطريق. بس الحاجات الصغيره دي لازم تاخد فيها قرار بسرعه. لا، ما ينفعش. لان كمان لما اللي حصل رد فعلك بتاع محمود الخطيب مش طبيعي. طب هو طبيعي يا كابتن ان انا في بطولة مجمعة حتى لو كسبت، هل مسموح لي ان انا اصلا اطلع اعمل شوبينج حتى لو كسبت؟ مهم. ده وفي وقت. م. لو عندك وقت ممكن. وبرضه هقول لك على حاجه. انا بسيبك بس لوحدك كده بعد ما اطمن على المشوار اللي انا فيه. يعني انا لو انا مش عشان انا ده عشان بتضايق الناس. م. الطبيعي. لو حضرتك مسؤول ما اصل انا قلت المره اللي فاتت، لو انا مسؤول المره اللي فاتت قلت لك انا هعمل غرامه على تريزيجيه، مهتم تطبيق. والناس زعلت. الكلام ده كان بيني وبينك الصبح بعد زعلت الدور كان حصل. زعلت ليه؟ ده تم تطبيق. الحمد لله. عشان بس انا بقول م. لك على حاجات انا ببقى انا حاسسها يعني. م. انا لو الطبيعي م. بعد الدور ده خالص لما يخلص وان شاء الله تبقى متاهل، يبقى انت من حقك تخرج، من حقك يوم كده تخرج تجيب حاجات ليك لعيلتك لاولادك، تتفسح، تبعد شويه عن الجو كوره ده من لما تتاهل او تضمن. غير كده لا لا لا، انت عندك مهمه خلصها الاول وبعد كده تعالى نتكلم بعدين. طبعا كلام مهم جدا مع الكابتن علاء ميهوب. لسه عندنا اخبار ولسه عندنا حوارات مهمة جدا عن مشوار الاهلي في كأس العالم للأندية، وعن ايضا ما سيحدث في الأندية المصرية من خلال الدوري العام. ولكن قبل ما اطلع فاصل، يظل جمهور النادي الاهلي هو حماية. اطلع فاصل وارجع اكمل كلام. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بكم من جديد مستمعينا، وبنكمل كلامنا مع النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء، هنقل لحضرتك رأي جمهور الشارع العادي. النادي الاهلي ابرم العديد من الصفقات اللي من العيار الثقيل، يعني في جه بن رمضان، جه بن شرقي، جه جراديتشار، جه تريزيجيه، جه حمدي فتحي، جه احمد رمضان بيكهام، نادي احمد سيد زيزو. فجمهور الاهلي مع وجود الصفقات دي تطلعاته في البطولة ارتفعت جدا، امله في البطولة ارتفعت جدا، وما كانش حاسس ان يعني مين اللي هيمسك
كمدير فني ما كانش مركز معاها. هل النادي الاهلي استفاد بكل الصفقات دي في المونديال؟ هرجع بس في نقطه سريعه يا محمد. انا بس بتكلم على لعيب، عشان ممكن حد يقول لك ان هتسجنهم. لا، لعيب الكوره في النادي الاهلي مش شخص عادي، مش بني ادم عادي، واخد امتيازات كتير جدا جدا. زي ما ليه حاجات كتير قوي، في حاجات مقابل. ما انتش مش هتاخد كل حاجه. مش هتلعب كوره في النادي اللي هو تاخد اسمه وتبقى مشهور ومعروف وكده وعايز تخرج. لا لا لا، في حاجات، حاجات قصاد حاجات. في حاجات ما ينفعش اعملها دلوقتي، بعد كده ان شاء الله بعد عمر طويل في الملاعب اعمل عايز تعمل. لكن هرجع بقى لسؤالك. هي دي النقطه اللي الناس كلها محتاره فيها او مش محتاره فيها، اتصدمت فيها شويه. انت عملت صفقات من عيار ثقيل جدا جدا جدا، ما حصلتش يمكن في النادي الاهلي. فانت رايح كاس العالم للانديه بالصفقات دي، وكلهم ما شاء الله لعيبه كويسه. فجماهيرك طبيعي الطموحات هتزيد قوي. انا رايح اوصل لاقصى حاجه في كاس العالم. كويس. لما حصل اللي المردود اللي ما عجبش الجماهير، هنا بقى كانت الصدمه زياده شويه. ومفيش مسؤول في النادي الاهلي على فكره طلع قال انا هوصل وهعمل. لا لا خالص، عمرها ما حصلت وانا ما قريتش. لكن هي الناس بتستشفي من كده، من صفقات حلوه، صفقات كبيره ومصممين نعملها كلها بكاس العالم. فانت رايح لهدف كبير. ممكن بعض الناس او على السوشيال ميديا صور لجماهير النادي الاهلي ان انا ممكن اوصل لدور الاربعه والثمانيه. فالنادي الاهلي او جماهيره كانت مستنيه ده. لما حصل فكانت رد الفعل الحزن الشديد اللي في جماهير النادي الاهلي. لكن هي كصفقات، صفقات ممتازه هتكسر الدنيا. وهقول لك هفكرك في طب الدوري. هو استفاد منها في المونديال؟ لحد الان مم. ولا حتى خالص. مم. ولا صفقه لحد الان من اللي احنا جبناها اعلنت عن نفسها. ولا زيزو ولا حد خالص، رمضان كلهم لعيبه كبيره. ولا كلهم لعيبة- حمدي ولا حد خالص. لا لا، انا كلهم لعيبه هايله. لكن لحد الان انا ما شفتش الناس دي، لكن هشوفها انا متاكد. لكن الفتره دي في حاجه مش مظبوطه. يعني حمدي فتحي انت جايبه 3 مباريات دي صح؟ مم. في مباراتين مش موجودين فيهم، مش موجود حمدي فتحي. ما اعرفش. يعني مباراة انتر ميامي ومباراة بالميراس. بالميراس لا، حمدي فتحي مش موجود. مم. لان في مشكله في نص الملعب، وانا اتكلمت فيها معاك قبل كده. واتمنى يا رب الماتش القادم ده، يمكن هي جات له من عند ربنا ان مروان موقوف. في ادوار في الملعب مش واضحه. مم. في تضارب في الادوار نفسها. وجود حمدي فتحي مع مروان مع محمد بن رمضان مع دخول مثلا زيزو ناحيه اليمين يخش جوه، في زحمه في نص الملعب، بس ادوار كتيره، بس مفيش حد عارف هو ايه دوره. عشان كده في عشوائيه في لعب النادي الاهلي. عشان كده الناس مش شايفه النادي الاهلي، مش شايفه الجماعيه، مش شايفه طب يا الحاجات. كابتن برضه في اتفضل. نقطة هي لغز بالنسبة لنا اتفضل كلنا. اتفضل. النادي الاهلي دايما بيبدا كويس قوي في كل الماتشات. مم. يعني سواء انتر ميامي بيبدا كويس قوي الشوط الاول، تحس ان في استحواذ، مم. تحس حتى ان في استحواذ. ممكن يكون الحلول مش كتير، بس يعني الماتش الاولاني كان فيه 3 فرص، والماتش التاني كان فيه. الشوط التاني ايه اللي بيحصل؟ وعايز اقول لحضرتك بعد اول 45 دقيقه هو البنزين بيخلص. هقول لك حاجه، ويعني بتمنى الناس ما تزعلش مني. مم. انت بدنيا مش كويس، نفسيا مش كويس، ومش احسن حالاتك. طب بدنيا مش كويس ليه يا كابتن؟ دي برضه نقطه علامه استفهام عايز افهمها. انت بدنيا مش كويس، مم. تحضيرك النفسي مش كويس، الشكل في الملعب، الادوار بتاع اللعيبه مش واضحه. بص يا محمد، هي المشكله كمان انت بتقابل يعني نوعيه لعيبه غير اللي بتقابلها في الدوري المصري. الدوري المصري بجد، يعني هقول لك حاجه، ظهور النادي الاهلي بالمستوى ده بيديك انطباع ان عندك بطوله ضعيفه جدا، بطوله الدوري ده. مم. الناس دي مهما كانت تقول اصل الدوري الامريكي ضعيف، لا 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 خالص، مش ضعيف. انت بتقول نوعيه لعيبه مختلفه حتى ذهنيا، بتركيزه بحماسه مختلفه. انتر ميامي عمل ايه قدام بورتو؟ حلو كويس. مم. فانت ما تجيش تقول كسب لي بورتو. بالظبط. هي دي نوعيه اللعيبه. بتقابل مثلا ايه، بالميراس، لعيبه مختلفه. ميسي الصفقه اللي هم دافعين فيها فلوس هو اللي جاب لهم الجول. بالظبط. وبرضه احنا ما كسبناش انتر ميامي. ما كسبتش وبالميراس ما فيش. انتر ميامي انا همشي معاك شويه لحد ما ضيعنا كام فرصه في الاول. لكن انت بدنيا في احسن حالاتك، ووضحت في انتر ميامي صح. الطبيعي ايه يا محمد؟ ان بالميراس ما لعبش بقى بكده، ما لعبش انا استحواذ ولعب مفتوح. لا، ما ينفعش استحواذ، وقلتها استحواذ سلبي
بياخد من مجهودك انت البدني، ولا هو بيحصل له حاجه، انت اللي بتتعب لانك انت بتستحوذ وتتحرك وتباصي. طب المحصله ايه؟ ايه فايده الاستحواذ والمحصله صفر؟ ايه فايده الاستحواذ وانت اول تسديده على المرمى مع بالميراس اشرف بن شرقي في الدقيقه 90؟ ايه فايده الاستحواذ؟ واستحواذ الشوط الاول بس. مهم. الشوط الثاني انت بدنيا واقع، والمدير الفني بتاع بالميراس معلش هو شافك كويس قوي في انتر ميامي، فلعب على دي، ساب لك الشوط الاول استحوذ كان بيلعب فعلا ميديم بلوك براحتك وبيقابلك من من نص، من النص استحوذ. الملعب من وبعدين الدايره. هو ذكي، اه هو خد واجريسيف. بالظبط، خد حاجه برضو، خد اللي عمله ماسكرانو الشوط الثاني معاك ايوه. لما راح نازل لاعب نص ملعب مع لعيبه انتر مم. ميامي، راح ملاعب نص الملعب، كل خطورتك راحت، وبقى انت هو بقى انتر ميامي هو الاخطر. الهدف الثاني هو ده الكلام اللي انا بقوله، مم. هاجم، انت عمال تهاجم وطمعك، لكن بتروح في الاخر 30 يارده يا محمد بتلاقي شراسه دفاعيه من بالميراس مش طبيعيه. ده اللي حصل في الهدف. رحت طب تعالى قطعت 1-2 هدف كويس. ومعلش بقى ده جه الهدف، الناس كلها بتلوم محمد هاني. يا جماعه الفريق فيه 10 لعيبه في الملعب باستثناء طبعا الشناوي لوحده. ما هو ال 10 لعيبه كلها، مش انا مش هحمل محمد هاني مسؤوليه الاهداف وان الاداء مش حلو ناحيه اليمين، لا. ما حضرتك في اخطاء قبل كده، مليون خطا قبل كده، فمحمد هاني ما يشيلش حاجه. انا والله ليس دفاعا عن هاني، بس انا ملاحظ ان كل السوشيال ميديا هاني هاني هاني، لا، ما هو احنا ما بنلعبش لعبه هم فرديه. شافوا اخر واحد في الهجمه كده. طب ما نشوف اول واحد في الهجمه يا مم. محمد، ما مم. تشوف اول حاجه حصلت في الهجمه، وبعدين تعال حاسب لي اخر واحد. مم. انا بس ليه؟ هو برضو اخطا. انا ما قلتش حاجه، اه طبعا انا ما قلتش حاجه على اه. فكره، انا ما برأش محمد هاني، مم. ومستواه مش احسن حاجه، عشان بس ما الناس تقولش مستواه مم. مش احسن حاجه، مش ببرأه زي الناس كتير على فكره، مفيش حد في مستواه في كاس العالم ده. لكن ما تجيش تشيل الاداء والنتيجه لفرد. حضرتك بتلعب لعبه جماعيه مش فرديه، في 10 لعيبه مش محمد هاني بس، عشان بس يعني ايه، يعني حق ربنا ان ما تشيلش الليله كلها لمحمد هاني، ما تشيل اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وبعدين مشكلتنا ان احنا ناخد اللقطه الاخيره. طب ما ترجع من اللقطات كلها وانت تحكم صح. هل النادي الاهلي اتظلم في ضربات الجزاء وفي الطرد؟ يعني حتى حاله الطرد اللي الراجل اداها لا ما ورجع كانتش تاني. طرد، انا كان وجهه نظري ان هي مش طرد، ويمكن حتى بعد ما اتطرد انا قلت هيرجع في كلامه مش هيبقى طرد. اصل دول مش هي يعني مش هيجوا على النادي الاهلي او على اي نادي ثاني، لا خالص طبعا يعني. كابتن علاء، نعدي موضوع بالميراس. ايه الدروس المستفادة اللي يقدر النادي الاهلي بمديره الفني ريبيرو يستفاد منها ويطبقها قدام بورتو؟ يلعب بورتو ازاي؟ الاهلي ملوش غير انه يفوز فرق بالظبط. 2 ان بلس شاء 2. الله ما يفكرش في دي، اهم حاجه. مم. ما يفكرش واحد انا لازم افوز 2 دي او اكتر من 2 قبل ما العب مباراه، ما يفكرش فيها. تفكر في بدايتك ازاي الاول. يعني هنا بقى ريبيرو شويه، معلش مم. بقى مش عارفين شويه من دي. مم. لازم المباراتين اللي فاتوا لازم ريبيرو يشوف الطريقه المناسبه لعيبته اللي هم بدنيا مش احسن حالاتهم، والاشخاص اللي في الملعب اللي موجوده، والطريقه اللي تناسبك، مش اللي انا بفكر العبها بعد كده، اللي تناسبك حاليا. في فرق ان انا بفكر عايز العب ازاي للنادي الاهلي بطريقه، وفي فرق ان انا موجود في مكان دلوقتي عايز اعدي بس المرحله دي، فممكن حتى ما العبش بالطريقه اللي انا هلعب بيها بعد كده في الدوري وافريقيا. انا عندي وقت، انما انا مضطر في الوقت في الفتره دي ابقى واقعي. واقعي. احنا ما بنلعبش بواقعيه. مم. انتر ميامي طمعت، جريت في الشوط الاول كتير قوي قوي قوي، جيت الشوط الثاني خلصت، اللعيب بدنيا وقع، مش هتاخد منه حاجه، الموضوع منتهي تماما. كره القدم ما فيهاش فتوات كتير. نفس الكلام حصل بالميراس. الناس يقول لك احنا شكلنا حلو بالميراس، ولا شكلك حلو ولا حاجه بالميراس، احنا ليه نضحك على نفسنا؟ ايه استحواذ؟ يعني ايه استحواذ؟ رحت لمرمى بالميراس كام مره في الشوط الاول؟ ولا حاجه. فخلينا واقعيين، انا ولا بهاجم ولا مش عايز حاجه خالص، انا بس خليك واقعي في طريقتك، العب بالطريقه اللي تناسب لعيبتك في الفتره دي، وبعدين ابقى اعمل اللي عايز تعمله بعد كده. حاول ابعد لعيبتك عن ضغطك ان لازم تكسب 2 ضغط، لازم اكسب 2 دي ما تتقالش حتى في المحاضره بتاعت الماتش. انا عايز انزل العب بطريقتي، عايز اكسب. قصدك يقسم الماتش لسيناريوهات؟ بالظبط، ما فيش مدير فني ما يقسمش المباراه يا محمد. اي مدير فني
عارف بيقسم المباراه ازاي، وعارف ايه اللي ممكن يحصل. طب انا لو جه فيها جول هعمل ايه؟ لو جبت جول هعمل ايه؟ طب ابدا اول 10 دقائق ازاي؟ او أبدأ كده. هي دي كره القدم على فكره يعني. مش عيب على فكره، طول ما انت في الملعب انت بتستفاد. حتى مهما وصلت كمدير فني عالمي، طول ما انت في الملعب بتستفاد، وهتلاقي اخطاء. مفيش حد كامل في الحياه عامه خالص يعني. فهي دي اللي انا بقول، ريبيرو يلعب بالطريقه اللي تناسب لعيبتك في الفتره دي. احنا هناخد من كابتن علاء ميهوب رأيه في التشكيل ورأيه في مواضيع وقضايا أخرى، ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في صوت الملعب والكابتن علاء ميهوب. خليكم معانا. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعانا كابتن مصر كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء، النادي الأهلي يلعب بتشكيلة إيه أمام بورتو؟ آه، اللي بفضلها دايما 4-2-3-1. 4-2-3-1، يعني مين حراسة المرمى؟ الشناوي. شناوي اكيد. تمام. آه، ممكن يعني يبقى الاول احمد رمضان وياسر في القلب. بيكهام، أحمد رمضان، بيكهام وياسر. وياسر. تمام. بيكهام يمين ولا شمال؟ لا، يمين. تمام. طيب باك رايت. باك رايت يعني لو انا من ريبيرو راح محمد هاني، مش عشان هو وحش، عشان مم. لان اكيد بيوصل له كل الضغوطات اللي هو عليه دي. هتلعب عمر عمر كمال. كمال طبعا. عمر كمال. ما شفناش عمر كمال يا كابتن اللي بقى. ما اعرفش بقى، انا فتره ما بشوفوش، كان عنده اصابه بعد الرجع، مع ان عمر كمان في الاماكن دي بيأدي امتياز يعني. اللي كان معانا في مودرن فيوتشر كان بيلعبها هايل. وعمر من اللعيبه اللي بيلعب في اكتر من مكان، وكانت صفقه ممتازه للنادي الاهلي عشان كده. ناحيه الشمال لاعب كريم الدبيس. الدبيس، مش عطية الله. لا. تمام. إن واضح ان عطيه راجع من اصابه وأدى على قد ما قدر المباراه اللي فاتت، لكن كريم الدبيس يمكن اجز شويه. طيب نص الملعب مفيش مروان. ما فيش مروان، يبقى في حمدي فتحي. حمدي فتحي. تمام. جنبه آه محمد علي بن رمضان. بن رمضان. ليه مش ديانج يا كابتن؟ عشان مش عايز العب اتنين شبه بعض، انا عايز انوع شويه. واحد لعيب كورة وواحد واحد بيقطع. يقطع. تمام. ليه اتنين بيقطعوا؟ اشرف بن شرقي يبدأ. يبدا. تمام. زيزو ناحيه اليمين. زيزو. وسام. وسام. مين 10 بقى كده؟ 10 هيلعبها تريزيجيه. تريزيجيه هتلعبه اه 10. انا كنت اه. لسه اسالك على تريزيجيه. لا، ما هو مش لازم استفاد من تريزيجيه طبعا. مم. ما ينفعش حد بقيمه تريزيجيه وكم الاهداف اللي بيحرزه، ودايما اللي بيحب عنده اللي عايز يروح للمرمى على طول، ابعده عن التشكيل. هل اتأثر تريزيجيه باللي حصل في يعني جدا. ضربة الجزاء اه. ضيعها في الماتش في التاني؟ حاجه حصلت يعني. مم. يعني معرفش، انا برضه وجهه نظري. لا تعمل ما تعمل عقوبه على لعيب زي تريزيجيه بقيمه تريزيجيه، ما ينفعش اعلنها. مم. يعني دايما الفرق الكبيره ما تعمل عقوبات كبيره تخليها في غرفه الملابس، مم. او بين بين مدير الكوره واللاعب نفسه، او مدير الرياضي او اللاعب. بتوصيه من المدير الفني. دي تمام. بتبقى يعني في الغرف المغلقة. بالظبط، ما احبش اطلعها بره كويس. مم. حتى ممكن تتصرف، لكن انا ما اعلنهاش. بص يا محمد، اكتر حاجه تتعب لعيب الكوره ان ما تلعبوش، مش تخسر منه. مم. اكتر حاجه تموتك انك تبعدني عن الملعب. لكن مش عشان اخسر مني فلوس، اخسر يعني فلوس مش مشكله، فلوس بتروح وتيجي والحمد لله الامور كويسه والعقودات شغاله. لكن ما العبش دي تجننك. لو انا من ريبيرو كان معايا في ماتش القرار، الراس. انا ما كنتش بدات بتريزيجيه. مم. ودي بقى اعلنها بينه وبين بعض كده، بينه وبين اللعيبه. مم. انت مش معايا المباراه القادمه، عشان المفروض في حاجات بتتقال في محاضره المباراه لازم طيب نمشي عليها. كلام حضرتك جميل جدا، طبعا بس انا الكلام ده مش هيعجب ناس. لا، هل اخد قرار بهذا الشأن وهو قدامه كاس عالم؟ هو برضه مش عايز يخسر لا منه. تفرق معايا. مصلحه الفريق بعد كده يا محمد لازم تبقى موجوده. الى جانب دي حته بس يعني كده بتبقى حته خبث مدربين. ما انا عندي البديل، عندي البدائل كتيره وقويه جدا. انت رايك في فأنا بن مش شرقي يا هخسر. كابتن ماك؟ بن شرقي لما نزل الماتش اللي فات عمل فاول. بن شرقي ما اعرفش، بن شرقي ما يقعدش احتياطي. بن شرقي من نوعيه اللعيبه لازم يبدا، خد منه اقصى حاجه عنده بعدين غيره. لكن بن شرقي ما يقعدش احتياطي.
انت جربت بس ما عشان كده كنت بتكلم معاك انت، انا كل حاجه بقولها معاك انت. مم. الاطراف انت جايب اطراف كتير واسعار غاليه جدا، مم. فهتبقى في مشكله ازاي تستفاد من كل الناس مره واحده. المشكله الفرصه جات لك انك تثبت بن شرقي، تريزيجيه ممكن يلعب شادو سترايكر، ويخلي للمره مليون زيزو ناحيه اليمين، وبلاش يضم لجوه يلعب كراس حربه تاني، لانك انت بتتعب الراجل بيلعب ناحيه يمين محمد هاني. ما هو برضه محمد هاني معذور يا محمد، ما انا مش هاخد الطرف اليمين ده كله رايح جاي دفاع بيتكشف وهجوم، بيتكشف ما ينفعش. ما بيتكشف مش ينفعش معناه ان هو بيتكشف وحش، لا بيبقى لا مكشوف غصب بيلعب عليه عنك. هاف وباك. بالظبط، يعني الباك الشمال ده على طول بيستلم وراح لمحمد هاني. طب ما انا اه. محمد هاني مع واحد مم. دي برضه من عيوب الطريقه اللي مصمم عليها ريبيرو في الفتره دي. ما تلعبش بطريقتك الفتره دي، العب بالطريقه اللي تناسب لعيبتك الفتره دي. بعد ان شاء الله لما ترجع من كاس العالم حط بقى طريقتك ونظامك اعمل عايز تعمله بعد كده. طيب كابتن علاء، يعني نفسيا هتقول ايه للعيبه الاهلي قبل ماتش بورتو؟ قبل ماتش بورتو ما يتقالش غير حاجه واحده بس: ركز في المباراه، وخلي عندك لغه المكسب هي اللي موجوده. لازم النهارده 90 دقيقه، يعني بقول لهم 90 دقيقه خلي الناس تفتكر اخي، حتى لو اخد 90 دقيقه يقولوا النادي الاهلي عمل كل حاجه، هم دول لعيبه النادي الاهلي. بس ما تفكرش في نتيجه، فكر ان انا بس نازل بعمل كل حاجه قال عليها مدير فني، وانا عايز اكسب النهارده بس، وسيب الامور تمشي وجاهد، اعمل طلع كل حاجه عندك في الملعب النهارده. مفيش حاجه اسمها النهارده يعني في المباراه طبعا انك تكسل شويه كده، لا لا لا. واهم حاجه من كل ده، ودي يعني لازم ريبيرو يعملها: قسم مجهودك على المباراه. ما تطمعش في المباراه، حتى لو انت بتهاجم وكده ما تطمعش في المباراه. قسمها واحده واحده، وان شاء الله المكسب هيجي وتفرح جماهيرك اللي هي فعلا زعلانه عشان. طيب انا سالت حضرتك على عمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس، الراجل طالب باك رايت وباك ليفت. عندك باك ليفت استحاله، انت عندك ثلاثه باك ليفت او يعني ما ثلاثه هو باك عطية ليفت الله هيمشي. كويس. عندك كريم الدبيس، مم. ايه ما هو ده لسه لعيب كويس مش ومعلول مشي. ومعلول مش عندك كوكا كمان بيلعب في المكان ده. بس يعني كوكا اصلا ستة. ما عندك كريم الدبيس مم. كويس. ناحيه اليمين لو انت عايز حد جنب محمد هاني وعمر كمان بيلعبها ويلعبها بامتياز. يعني هي علامة استفهام بالنسبة لك مش بصراحة. عارف انا يعني انا مستغربه انت عايز تجيب هتجيب باك ليفت ثالث يعني وباك رايت، هو طالب باك رايت وباك ماشي ليفت. انا معاه باك رايت، باك مم. رايت ممكن، لكن في وجود عمر كمال انا اعتقد ان حته الرايت دي ممكن اعملها كويس، ممكن على فكره يلعبها كويس قوي. وعلى فكره حته الرايت دي ليها مليون حل، مليون حل. لكن حته الشمال دي لو انت فكرت تجيب باك ليفت مش عارف، ما انت عندك كريم وعندك كوكا ممكن تستعمله هنا، فما اعرفش. بس طبعا كله هو كان يعني مفاجأة للجماهير بعد كل الصفقات دي الراجل طلب بالظبط. باك رايت وباك ليفت. ما يعني انا مش يعني هي برضه هي يمكن غريبه، لكن هي اول صفقات تطلبها الراجل بنفسه، فانت لازم تبقى تقعد معاه وتتناقش، يا اقنعك يا اما اقنعته، وفي الاخر هتشوف الاصلح للفريق ايه. طيب هل حضرتك مع يعني القرار كابتن محمود خطيب عمل فيديو كونفرنس، يعني جلسة عن طريق الانترنت مع محمد يوسف والمهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وطبعا كان قال ان هو متضايق واعلن غضبه زي ما حضرتك قلت عن الاداء اللي فيه النادي الاهلي والهزيمه امام بالميراس، ووعد حال التاهل بمكافآت خاصه بعيد عن اللائحه. ايه رايك في الموضوع ده يا كابتن؟ نهاية طبعا قرار جميل من الكابتن، لازم يدي شويه حوافز وكده. وهو الموضوع كابتن بيتكلم مش الموضوع مادي اكتر ما هو معنوي. معنوي. مم. يعني هو مش حته ماديه اكتر ما هي معنويه. يعني نلعب ونفوز، وبعدين يعني ايه، خلي دايما اخر حاجه تبقى احسن حاجه، وهو بعد كده ليه تصرف. يعني زي ما اعترض على حته ان انت ما ينفعش تنزل تعمل تسوق وكده، مم. ودي كانت حاجه على فكره انا كنت متوقعها من الكابتن، لان انا عارف الكابتن بيفكر ازاي، وعارف هو الاصول اللي موجوده في النادي الاهلي من زمان جدا ازاي. قبل ما تفكر في نفسك فكر في جماهيرك، فكر في الناس اللي هتشوفك حالتك ايه بعد الماتش اللي انت خسرانه. وجماهير النادي الاهلي مش متعوده على الخساره يا محمد، لازم الناس تفهم، ولازم لعيبه النادي الاهلي يفهموا حاجه. لو انتوا ناسيين، جماهير النادي الاهلي مش متعوده ان هي تخسر، هي كده يعني سبحان الله. النادي الاهلي معروف انه جماهيره ما احنا ما بنخسرش، ولو خسرت عادي على فكره، مفيش حد ما بيخسرش، لكن انا مش متعود على كده، مش متعود اخسر مباراه ولا لعبت بالمنظر ده. لا طبعا كانت يعني
زي ما بقول كده سقطه، لكن هو الكابتن عليه بحزم جامد قوي، وفي نفس الوقت برضه ادى دوافع عشان المباراه القادمه. طيب انا هاخد حضرتك من النادي الاهلي لنادي الزمالك، خلاص بقى نسيب كاس العالم انديه اتفضل. واللي بيحصل فيه والعواصف والكلام اللي كانت بتحصل هناك والاداء للنادي الاهلي، واروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك اعلن تعيين جون ادوارد. جون ادوارد مدير رياضي. لازم برضو اتكلم عن جون من الشباب المجتهدة، كان ماسك في فرقة فاركو، وبرضو شغال مع واحدة من أكبر يعني الشركات اللي بتشتغل في تسويق اللعيبة. ويبدو إن مدير الفني الجديد لنادي الزمالك هيبقى برتغالي. إيه رأيك في تعيين مدير فني أجنبي لنادي الزمالك، رغم إن كابتن أيمن الرمادي حصل على بطولة الكاس؟ لا، كابتن ايمن رمادي كان جاي مؤقت في كل الاحوال، وده كان اتفاق. يفوز بالكاس او ما يفوزش بالكاس دي مش هتغير من امر شيء. لكن نادي الزمالك اكيد محتاج مدير فني اجنبي. هو الانديه دي كده. تعيين جون ادوارد. جون عنده خبره جامده قوي في المجال ده، وشاطر، يعني بيعرف، شاطر كويس قوي في موضوع اللعيبه، في موضوع تعاقدات. التعاقدات، موضوع المدربين. واعتقد هيبقى فايده لنادي الزمالك. لكن نادي الزمالك محتاج اكيد مدير فني اجنبي عايزين برتغالي. عامة بص يا محمد، الكرة البرتغالية تحس ان هي الكلمة بتاعتها ماشية معانا في مصر هنا. هم مش عايز اقول كلمة، بس هم يعني انا عارفها. اه عشان تصل برتغاليين ايوه. وعارف يعني هم عارف تحس ان هم كده يعني ولاد بلد ولاد يعني. بلد فاهمين. لا، هم فاهمين، اللي فاهمين الكيمياء بتاعتك كمشجع كلعيبه وكده. بيعرف يتعامل، بيعرف يعني. لو مدرب برتغالي يمكن لو في مكان ريبيرو كان عارف يتصرف، كان هيعرف يعني يعني. هيفطر فول لا وطعميه مع لا لا الناس، لا، فهو هيعرف. بيعرف لا، يمشي حاله هيعرف. يعني. وبعدين هم فيهم ميزه يعني في الشغل، شغل وحازمين جدا وبيحبوا ينجحوا. اهم حاجه المدير الفني يبقى بيحب ينجح. حته النجاح ده عنده سبق اي حاجه طبعا. طيب عايزين كام صفقة الزمالك؟ مش عارف محمد، مش هبيعهم، بس الزمالك محتاج صفقات كتير. يعني انت شايف نادي الزمالك عنده نقط ضعف فين ومحتاج يدعم؟ مش يعني مش خط الدفاع، مش خط نقط الوسط، خط ضعف الهجوم. اكتر من هي تدعيمات. مم. عايز يدعم في كل الخطوط. على فكره الزمالك مم. محتاج في كل الخطوط تدعيم. مم. محتاج قوي كمان، تدعيم قوي. يعني دفاعيا محتاج، يعني محتاج ناحيه الشمال، محتاج اكيد، محتاج ناحيه اليمين، في القلب برضو اكيد. يعني الزمالك محتاج 6 7 صفقات كده تقيله عشان يرجع نادي الزمالك تاني. وعلى فكره انا بحب نادي الزمالك يبقى في مستوى كويس، عشان يبقى لا، المنافسة بقى ترجع. المنافسه. انا عايز منافسه، انا بحب المنافسه جدا. انا عايز الزمالك يبقى في احسن مستوى، مم. لان الزمالك يبقى في مستوى قوي. وموجود طبعا النادي الاهلي ما شاء الله عليه مستواه المعهود. وجود نادي زي بيراميدز على سيراميكا على البنك الاهلي. انا عايز مسابقه قويه يا محمد، مش مسابقه طول المسابقه بلعب ماتشين بس جامدين. ده اللي انا طالبه. فبتمنى على فكره صفقات نادي الزمالك تضيف السنه دي. نادي الزمالك يرجع نادي الزمالك تاني، تبقى المنافسه دايما بين اهلي وزمالك، ودخول بيراميدز اعتقد يبقى طيب منافسه أنا ممتازه. عايز اروح معاك للنادي المصري. النادي المصري ميال للتجربه التونسيه تاني بعد معين الشعباني، كانوا بيحاولوا معاه. هو جاي قبل كده مع النادي المصري، ويبدو ان المفاوضات ما مشيتش. هم دلوقتي مع مدرب اسمه نبيل الكوكي. هل المدرب التونسي ينجح في مصر؟ يعني مش ما شفتش تجربه ناجحه مدرب توانسه في مصر. لكن كابتن معين عامل شغل ممتاز مع نهضة بركان. عامل يعني واخد دوري، وبيلعب نهائي كاس، واخد كونفدرالية. وغالبا اصل انا قابلته كنا في جنوب افريقيا، وغالبا هو عامل مشروع مع نهضة بركان، وما اعتقدش هيفكر يرجع او يجي تاني لمصر. لكن مدربين توانسه في مصر يمكن انا ما شفتش تجربه كتير قوي. لكن البرتغاليين تمام. لا لا، ماشيين كويس. طيب نادي الزمالك اقترب من تعيين مدير فني برتغالي. هطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في صوت الملعب. اوعى تمشي. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. برحب بحضراتكم مرة تانية في ضيافة الموهوب الكابتن علاء ميهوب. كابتن علاء، قبل ما اروح بقى كده مع حضرتك لماتش من الماتشات اللي فيها اتنين مصريين هيلعبوا بعض، مانشستر سيتي والعين ومرموش وربيعة. الاول عايز اخد رايك. النادي الاتحاد اقترب ايضا انه يعين مدير فني هيبقى مصري جديد. الكلام ما بين احمد سامي وخالد جلال. يعني وجهة نظرك في القصة دي؟
محتاج الاتحاد مدير فني يبقى موجود، ومحتاج استقرار، ومحتاج صفقات. برضه يهمك أوي الاتحاد ده كمان يبقى في مستوى هي كانت كويس. صدمة لإسكندرية، كل الناس كلها صراحة، طبعا. الحاج محمد مصلحي يعني يعني قرار الاستقالة هتفرق وعدم جامد على فكرة الرجوع. إن الحاج محمد عامل حاجات هايلة لنادي الاتحاد، وراجل جميل وبيحب الاتحاد جدا جدا جدا، مش عايز حاجة خالص من نادي الاتحاد، لكن هو بيحب الاتحاد. لكن يمكن هو ده قرار لازم طبعا نحترمه. لكن نادي الاتحاد من الأندية اللي أنت محتاج تبقى كويسة يا محمد، أنت مم. عايزها تبقى كويسة. الأندية الشعبية دي ما ينفعش تبعد. يعني الاتحاد لازم يبقى كويس جدا بجماهيره عريقة، المصري نفس الكلام، الإسماعيلي يا رب بقى نطلع من الدوامة. الدوامة اللي احنا فيها دي. هم دي الأندية الشعبية اللي أنت محتاجها دايما. محتاج تشوف غزل المحلة تاني، محتاج تشوف مثلا فرق. نفسي اشوف المنصورة تاني. المنصورة دي كانت يعني فرقة جامدة جدا بجماهيرها، فرق بتفرق معاك في الدوري. لعيب الكورة بيحب جماهير في الملعب حتى لو مش كتير، لكن الأندية اتفضل. في كلام طلع كتير قوي وبسمعه من مدربين كتير، ايه؟ ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي بتتخض الجمهور. فين الجمهور يا محمد؟ ما هو عشان كده لما بيحصل وجود جمهور كبير اللعيبه بتتخض. عشان مش متعود، هو طول السنة عارف انت زي ايه والله واحد طول الموسم عمال يسمع كمانجا، فاهم انت، النغمة حلوة هادية، اه. وفجأة طبلة فبيروح متاخد. ما مم. ينفعش. خلي اللعيبة تلعب يا رب ان شاء الله، يعني اللعيبة تحت ضغط الجماهير هتفرق جامد جدا. طيب لقاء السيتي والعين طبعا لقاء صعب جدا على العين، طبعا. عشان نبقى لا واضحين. خلصانة طبعا. يعني لقاء صعب جدا، ولكن في احنا اللي بيخصنا ان عمر مرموش ما شاء الله ماشي كويس قوي طبعا. مع السيتي. تحس ان هو مش لسه جاي. آه جراديولا بقى بيعتمد عليه. مع ان من الصعب خد بالك مم. جوارديولا اعتمد على لعيب كده، لا دايما بيعمل مدورة ودايما عنده لعيبة كتير، لكن عمر من اللعيبة الموجودة على طول مع جوارديولا. دليل ان هو اقنعه في وقت قليل جدا. ودي على فكره يعني تحسب لعمر، ان انا اقنعتك وبقيتش استغنى عني في التشكيل في اي مكان في الثلاثه اللي قدام. لا عمر لعيب. عمر لعيب متطور، يعني هو راح لجوارديولا متطور، فما فيش وقت، ما خدش وقت قدامك الفرقه بسرعه، لاعب حجز مكان. وده من الصعب في السيتي. جوارديولا بقى عنده ثقه فيه، ودي ممتازه طبعا. فلا عمر عامل طيب عامل وجود رامي اتفضل. يعني وجود رامي في العين، ورامي يعني كان فيه هجوم كده في الاخر عشان موضوع التجديد يعني، والبدايه كانت صعبه اول مم. ماتش وخسروا هيفي سكور وبرضه رايحين للسيتي، فانت امم ايه امور رايك؟ صعبه طبعا جدا يعني. بتمنى له التوفيق على فكره رامي، يعني ان شاء الله مش في البطوله دي كمان، بعد ان شاء الله في الدوري الاماراتي. رامي لعيبه كويسه جدا وبحترمه جدا. وعلى فكره كون ان هو حته ما وصلش للاتفاق مع النادي الاهلي دي، مش يعني مش لازم اقسو عليه. خلاص ما فيش يعني توصل اتفاق، يبقى خلاص هو عايز عايز. رغبه اللاعب يا محمد هي بتفرق، انت عايز ايه. دي امكانيات انا. لا انا مش مناسبني، انا رايح حته تانيه. اتفضل. وتشكره لان هو فعلا قدم معاك مواسم كبيره جدا، وراجل محترم جدا ومن زمان في النادي الاهلي. فاتمنى له التوفيق في المباراه مع السيتي. هتبقى مباراه صعبه جدا طبعا، لكن العين بعد الخمسه بتاعت اليوفي دي اعتقد هيبقى اكثر حرصا، ان هو مش عايز يخسر كتير. لانك انت ما تقوليش ان هو هينافس السيتي، صعب شويه عشان بس كل واحد يعرف امكانياته، والكوره في الاخر امكانيات. لكن هيبقى على قد ما يقدر هيحاول يعني يجاري السيتي شويه الى عشان النتيجه ما تبقاش عاليه. لكن لما تيجي تسالني اقول لك السيتي طبعا فرصته عاليه جدا في الفوز. طيب هرجع تاني ل كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. كان فيه هجوم كبير من بعض اللعيبه الكبار في انديه اخرى وبعض الناس من الجماهير، يعني الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي على مشاركته في كاس العالم، وفي ناس كانت بتقول ان هم آه، يعني لعيبه كبار، قالت لعيبه النادي الاهلي ما عندهمش اساسيات كره القدم يعني رايك ايه في الكلام ده يا كابتن؟ لا واحد من طبعا. اساطير النادي الاهلي. لا طبعا كلام ما ينفعش يتقال. يعني ايه لعيب النادي الاهلي ما عندوش اساسيات؟ تيجي ازاي يعني؟ واحد يعني ما عندوش اساسيات وبيلعب في اكبر نادي في مصر والوطن العربي وافريقيا، صعبه شويه. لكن ما احكمش على لعيب كوره في اداء مباراتين او ثلاثه وانسى كل حاجه. لا طبعا اللعيبه كلها لعيبه كبيره جدا في النادي الاهلي، لعيبه محترمه جدا، احسن لعيبه موجوده في مصر، ممكن في افريقيا كلها. لعيبه طبعا. لا لعيب النادي الاهلي لعيب مميز، لعيب معروف. النادي الاهلي ما يجيبش لعيب وحش. لكن هي في بعض الناس بتحب تطلق يعني تصاريح قويه شويه. انت عارف برضو
حته ان انا لما ادي تصريح جامد كده هتسمع معايا دي. في ملحوظه تانية يا كابتن، انديه البرازيل مم. مكسره كاس العالم للانديه. يعني عندنا فلامينجو، بوتافوجو، بالميراس، وفلومينينزي، عاملين نتائج جامده جدا. وفي فرقتين اوريدي من البرازيل تاهلوا، وفي فرقتين تانيين يقدروا يتاهلوا. رايك ايه ان انديه البرازيل هي اللي ظاهره، وانديه اوروبا يمكن ما عدا بايرن ميونخ ما فيش حد اللي هو باين ان انا رايح اخد البطوله؟ حتى ريال مدريد تعادل مع الهلال. هو الحوار ده كان حصل بيني وبينك قبل ما نطلع هوا على طول، ولازم طبعا اديك حقك. لان الدوري البرازيلي دلوقتي في عز الدوري البرازيلي، بص الدوري البرازيلي في عز المعمعة، الدوري البرازيلي في نصه الوقت. يعني بادئ من تقريبا نهاية شهر 2، فانت بتتكلم في شهر الوقت كام 6، فانت في عز المنافسة. والمعلومة دي خدتها منك عشان مش عايز، ما بحبش افتي لا يا يعني. كابتن، والله كويس. فده واضح على لعيبة البرازيل، واضح على اللعيبة جاهزة. المنافسة قوية هناك جدا في الدوري البرازيلي، فاللعيبة كلها جاية جاهزة. عكس اوروبا كل حاجه انتهت في اوروبا يا محمد. الدوريات انتهت والتشامبيونز ليج انتهت وكل حاجه انتهت. فجاي يعني انا جاي على الاخر. فخصوصا كمان ريال مدريد جاي لسه مع الونسو، مش عايز اقول يعني ان هياخد وقت كتير، لكن في الاخر هو ده السبب ان انديه البرازيل متفوقه شويه عن انديه اوروبا. كابتن علاء، شرفتني ونورتني، ودايما بسعد بوجود حضرتك معانا، وصباح الفل عليك. ربنا يخليك يا محمد، صباح الفل عليك يا محمد. دي كانت حلقتنا النهارده. واحد من النجوم الكبار كابتن علاء ميهوب ادالنا كل تحليلاته لكأس العالم للأندية وأيضا الدوري المصري. استنونا وأقوى النجوم وأقوى اللقاءات وأقوى الأخبار في صوت الملعب. تحياتي محمد فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الملعب مع محمد فاروق.